شيخ محمود، ما سر الألبوم الغنائي الذي كان بصدد إنتاجه الشيخ محمود المصري عام 1991؟ ترى الشيخ قال ألغى السؤال. فأنت الآن بالخيار يعني. انا كنت بقول لك عايز اشرب ميه. ايه اللي ده؟ يا واحد هو دائما الواحد يكون في قلق وارتباك يشرب ماي. شفت بقى؟ اشرب ماي يا شيخ. والله هي رساله لكل انسان، ايه. ان ممكن تمر في حياتك باشياء تتمناها وتجد ان الامنيات اللي انت بتتمناها ديت هي فيها دمار وضياع الانسان، وتقول الحمد لله ان ربنا ما حققليش الامنيات ديت. ايوه. انا حياتي مرت بثلاث مراحل. المرحله الاولى كنت لاعب كره، ايوه. كنت لاعب كره متميز جدا جدا يعني، لدرجه ان كان ليا ابن عمتي سيد المصري الله يرحمه، الله يرحمه، كان مدرب في نادي النيل الرياضي اللي هو كان بيختاروا منه الاشبال بتوع النادي الاهلي. ايوه. وكان ساعتها الكابتن